حراس الثورة اللي بدأنا من التحرير. مهم جدا اننا كنا نحدد موقفنا، لان احنا بالذات حتى هذه اللحظة لم يستطع احد ان يزايد علينا، لن يستطيع احد ان يزايد علينا. حزب حراس الثورة جاي من ميدان التحرير بشباب ضحت في ميدان التحرير، ولذلك لما بنختار لرئاسة الجمهورية بنختار قناعاتنا الوطنية بتقول ان هو ده اللي هيقدر يقود سفينة الوطن خلال المرحلة اللي جاية. سؤال هنكمل المشوار، سؤال هنكمل المشوار، سؤال هنكمل المشوار. المشير عبد الفتاح السيسي بيتكلم في وسائل الاعلام وكلامه مطمئن، وكلامه بيقول ان هو فاهم البلد محتاجه ايه والبلد رايحه على فين، وما كذبش علينا. المشير عبد الفتاح السيسي بنحترمه لانه احترم عقولنا، لانه ما كذبش علينا. انا لا املك لكم الا العمل، لكن في الاجتماعات اللي ما بيذاعهاش التلفزيون، في الاجتماعات اللي ما بيذاعهاش التلفزيون، الاجتماعات المغلقه، بتقدروا تسمعوا منه تفاصيل لكل مشكله في مصر، وتقدروا تفهموا انه فاهم كويس جدا ايه مشكله مصر اقتصاديا وسياسيا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. جايبنا المشير عبد الفتاح السيسي سيسي حراس الثورة يا سيسي. المشير عبد الفتاح السيسي اختياراتنا ليه اختيارات عقلانية 100%، وليست مجرد اختيار عاطفي. على المستوى الداخلي المشير عبد الفتاح السيسي كان ممكن يظل وزيرا للدفاع، المشير عبد الفتاح السيسي كان ممكن يظل وزيرا للدفاع، وعشان كلنا نبقى عارفين وزير الدفاع منصب محصن بالدستور. منصب وزير الدفاع منصب محصن بالدستور، كان ممكن يظل وزيرا للدفاع ويظل محصن. الخطوه اللي خدها والنهارده اقسم قدامنا بالله العظيم 3 مرات انه ما كان يرغب في هذا المنصب. الرجل الذي يضحي بالمنصب المحصن وبعيدا عن الهجوم وبعيدا عن المسؤولية الشعبية، احنا لازم نقف وراه ولازم ندعمه ولازم نديله الفرصة كاملة، وخاصة ان احنا شايفين كويس جدا وعارفين انه فاهم ايه مشاكل البلد وعارف ايه حلولها ومستعد يسمع، فاهم وعنده الحلول غير التقليدية. كل رئيس بيجي كان في مصر كان بيتعامل مع الشعب المصري للأسف الشديد ب 15 يوم في عيد العمال الناس بتفرح بيها، انما المشير عبد الفتاح السيسي خاطب الشعب المصري بشكل محترم، خاطب الشعب المصري بشكل محترم، وقال لهم انا وانتوا هنبني مصر، هتقدروا تبنوا معاه؟